ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. صلوا على النبي بقى كده وترحموا على جدتي وحطوا لايك للفيديو. النهارده ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، بس كملوا معايا الفيديو للاخر لان النهارده هنعمل اكله شتويه جميله جدا جدا، بعيده عن الطبيخ وبعيدة عن المحاشي. ماشي كده؟ مش معنى بقى ان هو شتا هنقضي الشتا كله طبيخ ومحاشي، لا. كملوا بس معايا الفيديو للاخر ان شاء الله هيعجبكم، بس ما تنسوش بقى ايه، تقولي لي رأيكم في الفيديو وتحطوا لايك. بصوا زي ما شفتوا كده احنا جبنا حلة حطينا فيها شوية زيت، ومعايا بقى معلقة توم فريش كده حلوة، حطيناها ايه مع الزيت كده تتحمر. ماشي. وبعدين هجيب هنا انا معايا كيس كده من الصلصة، هبدأ ايه ان انا احطه مع التومة. اول ما التومة تاخد لون كده على طول. ماشي. ماما حطت كيس ونص بالظبط، يعني معلقة ونص من الصلصة. ماشي. وحوالي كده معلقتين من الخل الابيض. ماشي كده. واضربي بقى عصير الطماطم بتاعك في الخلاط وحطيه على طول كده. احنا سبكنا التسبيكه بتاعتنا، احنا مش هنعمل فته عشان محدش يفكر ان دي فته وكده، لا مش هنعمل فته. هتحطي بس، تعالوا نحط البهارات. اللهم صل على سيدنا محمد. هتحطي ملح وكزبره وكمون وشويه فلفل اسود، وما تنسيش تحطي نص معلقه كده من السكر عشان الحموضه والكلام ده انتوا عارفين. ماشي كده. كملوا بس معايا الفيديو وقولوا لي رايكم. المهم عملنا تسبيكه سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. هنبدا بقى ايه، نحطها على نار هاديه. هنا معايا حمص كنت نقعاه، هبدا بعد ما ماما نقعته هنحطه كده في الحله، ونحط عليه شويه ملح وشويه سكر وتسيبيه ايه يتسلق. تعالي بقى نعمل التحبيشه بتاعه الحمص، حمص الشام. هتحطي طماطم وبصلايه، وهتحطي نص معلقه من التوم او معلقه توم صغيره وقرن فلفل. الفلفل ده اختياري يا جماعه، بس هو كان حراق يعني. وكمان حطي ليمونه، حلو كده، يعني ليمونه وطماطم وبصل وفلفل وقشر الليمون زي ما شفتوا كده. حطوه في الحمص بتاعك، وهتحطي بقى ملح وكمون وشويه من البابريكا وبس. شكرا كده. اضربيهم بقى في الخلاط مع نص كوبايه من الميه، واضربيهم في الخلاط. وده الخلطة اللي احنا هنحطها فين على الحمص. ماشي كده. هنا بقى بعد ما خلاص قشرة الليمون دي هتشيليها عشان ما تمررش معاكي الدنيا. انت بعد ما ناخد بس يعني الطعم بتاع الليمون وكده هتشيلي القشرة على طول. حلو. وبعد كده هتحطي الخلطة وتظبطي الملح بتاعك وتسيبيه بقى يستوي على نار هادية. بصوا يا جماعة شوية حمص شام هتاكليها روعة روعة روعة، تشربيهم كده يدفوكي. هنا كمان كنت نقع عدس زي ما انتم شايفين، وكمان الصلصة كانت اتسبكت معايا. يبقى احنا لغاية دلوقتي ماشيين زي الفل. صلوا على النبي بقى. هتجيبي هنا البصل بتاعك تقطعيه طرنشات. وطبعا انتوا كده عرفتوا احنا بنعمل ايه. احنا النهارده هنعمل كشري بس بطريقه مختلفه، تكات كده ممكن لاول مره تكونوا بتشوفوها. بجد والله مش بقول كده عشان احنا اللي بنعمله او تكملوا الفيديو، لا انتوا هتشوفوا بنفسيكوا دلوقتي. هنعمل شويه كشري ماما هتعملهم بجد تحفه. صلوا على النبي بس وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. طبعا بصوا بقى عشان ما نكونش ايه متلخبطين او اي حاجه، احنا الحمص معلقين عليه عشان يستوي. التسبيكه اتسبكت، هتجيبي صينيه تحطي فيها زيت. الزيت ده قبل ما تعملي فيه البصل اللي احنا قطعناه مع بعض هنحمر العيش. هنا ده عيش شامي، بتجيبيه تقطعيه لمكعبات وتحطيه في الزيت مفيش 3 دقايق. وما يعني ما تحطيش مثلا العيش وتقولي اعمل حاجه، لا. هو اول ما تحطي العيش كده هتقلبيه تقلبتين هتلاقيه اتحمص معاكي. يبقى احنا كده ايه، عملنا العيش التوست مع بعض. حلو كده. ده التوست اللي احنا بنشتريه من محلات الكشري العادي، بس ده في البيت بيكون انضف. زيت نضيف. طبعا انت حاجتك نضيفه وزي الفل. ماشي. واول ما تلاقيه بيتحمر معاكي هتشيليه، وبعد كده هتحطي عليه ملح وكمون بس كده. في ناس بتحب تحط عليه رشه من الفلفل الاسود كده، فده طبعا اختياري، لكن احنا بنحب بس ملح وفلفل اسود وخلاص والحمد لله. بيكون لذيذ قوي يا جماعه. وعايزه اقول لك اللي انت بتعمليه في البيت بيكون احلى لان الزيت بيكون نظيف. طبعا بره بيكون الكميات كتير وكده، يعني اعمليه في البيت، اعمليه في البيت واسمعي الكلام. ماشي. بصوا بقى هنا البصل بتاعي طبعا بتقطعيه شرايح رفيعه جدا. عايزه تقطعيه في المبشره اللي هي المبشره اللي بتعمل البصل شرايح رفيعه اعملي، لكن احنا بصراحه عملناه كده على ايدينا على طول.
المهم هتبدأي بقى تسيبي البصلة دي تتحمر بقى مع نفسها كده لغاية لما تاخد اللون اللي احنا محتاجينه، بس ما تحرقهاش. يعني مش معنى ان احنا عايزين نعمل التقلية فان انتي تحرقي البصلة جامد، احنا مش هنعمل رز ببصل. فعشان ما تكونش مررة معاكي. وهنا بصوا الحمص ماما كانت بتشوفه استوى ولا لأ، بس هو كان زي الفل. بصوا ده لون البصل اللي احنا عايزينه. اهم حاجة تطلعيه على مصفى عشان يتصفى لو في اي باقي زيت او حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة ما تطلعوهوش على منديل مطبخ، عشان مناديل المطبخ بتطري معاكي البصل، فبالتالي مش بيكون مقرمش معاكي. حلو كده. صلوا على النبي وتعالي بقى صفي الزيت اللي احنا كنا بنحمر فيه البصلة، وهاتي كيس شعرية وتعالوا هنا نحمر بقى ايه الشعرية. شفتوا الحلة اللي هناك دي يا جماعة؟ كنت هسلق فيها المكرونة، علقت على مية حطيت فيها ملح ومرقة وشوية زيت ونسلق المكرونة. هنا الشعرية بعد ما خدت لون، ضروري ضروري انك تحمري مع الشعرية نص معلقة من التوم. ضروري يا جماعة بجد، هتديكي طعم خيال والله العظيم. هتديكي طعم مميز جدا للكشري بتاعك، والريحة والطعم ما اقولكوش، يعني على ريحته كانت قلب الدنيا والله العظيم. ف انا مش انا حاسه ان انا برغي كتير جدا، بس انا والله ببقى عايزه اقول لكم على كل التفاصيل والكلام ده كله عشان يعني تعملوه زينا، لان الطعم بجد بيكون حلو. فانا عايزاكي تعملي كده حلو. المهم ماما زودت حته توم تاني يعني. هنبدأ بقى نحمر الشعرية. كنت هنا جايبة كيلو، كيلو ونص من الرز، وده كيس الشعرية نص كيلو. حلو كده. وتقلبي كده كله مع بعضه، الشعرية بقى مع الرز وريحة التوم كانت قلب الدنيا. ومعايا بقى العدس بتاعنا. العدس ده انا كنت غسلاه ونقعاه حوالي مثلا قولي ربع ساعة كده او حاجة في مية سخنة، يعني ما سلقناهوش على النار، فاهمني؟ وخد سوى الرز بقى تحفة. احسن ما تسلقي وتعملي الكلام ده كله، انتي انقعيه في مية سخنة عقبال ما تخلصي كل اللي وراكي، وبعد كده حطيه مع الرز. تعالوا بقى نحط الملح، وهنحط كمان كمون. حلو كده. الكمون لازم تحطيه على الرز اللي هو بتاع الكشري يا جماعة، ماشي؟ وبعد كده بقى هنحط مكعب من المرقة. بس كده، مش هنعمل اي حاجة تاني. نقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، ونشم بقى الريحة. ما اقولكوش والله لازم بإذن الله، يعني مش لازم بإذن الله تجربوه ويعجبكم، وتيجوا تقولوا لي بقى ايه ان هو عجبكم. ماشي؟ قولوا لي في الكومنتات، او هحط لكم اللينك بتاع الفيسبوك والتيك توك. انا هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، كلموني عليه عادي، فنبقى اصحاب وكلنا حبايب كده مع بعض. بصوا بقى، نحط بقى الميه بتاعتنا. طبعا بتسقيه على حسب الكميه اللي عندك. انا ما اقدرش اقول لك مثلا حطي كوبايه على مش عارفه كوبايتين والكلام ده، لا. احنا هنا كنا عاملين يعني حوالي 2 كيلو ونص في الحله، ف ما شاء الله كميه كبيره. فانتي بقى حسب ما انتي ايه بتعملي. خلاص الرز اتعمل، وكنت زي ما قلت لكم معلقه على ميه المكرونه. تعالوا نعمل الدقه. هتحطي كده معلقه زيت او معلقتين زيت مع ايه معلقه توم. طبعا التومه بتاعه الدقه بتاعه الكشري مش بتتحمر يا جماعه، هي يا دوب قلبه والتانيه كده. وتبداي تحطي خل. ماشي؟ هنحط بقى حوالي كوبايه خل، عليها ربع كوبايه ميه، لان الخل اللي كان عندي ده مش مركز قوي، فاهميني؟ فبالتالي انا ما حبيتش ان انا احط ميه كتير، عشان مش هنعمل ميه، احنا عايزين ناكل ايه؟ دقه. هتحط لها ملح وكمون بس، مش بتحط لها ازيد من كده، ويا دوب تغلي غلوه وتطفي عليها بس كده. شكرا. تعالوا بقى كده معايا. الرز كان بيتشرب بسم الله ما شاء الله. اول ما تشرب كده اديله تقليبه، وبعد كده ايه وطي عليه. وكمان هنا معايا مكرونه اسباجيتي، ومكرونه اللي هي الصغيره الهلال دي اللي بتبقى معوجه شويه. ماشي؟ بسلقها وبحمر بطاطس. الشطة بقى هتحطي زيت، وتحطي معلقتين شطة كده كبار. طبعا ده اللي بيحب الشطة. انا كنت بصور وعايزة اقول لكم انا مادة ايدي وانا اصلا نفسي في حتة تانية خالص بسبب الريحة بقى. بصوا اللي بيحب الشطة هيبقى شايف الحلة دي بالنسبة له هي دي الفيديو بالنسبة له. هتحطي الزيت بتاع الصلصة في الشطة بقى وتدي غلوة، وعلى طول على الطبق. هنا بقى تعالوا سموا الله كده معايا واتفضلوا معانا، بجد تحفة. بصوا بقى الرز مفلفل ازاي يا جماعة، والله العظيم ما معجن خالص، مفلفل. وانتوا اكيد شايفين يعني المنظر. تعالوا بقى الرز الصينيه. هنا بقى المكرونه. عايزه اقول لكم انا بعد ما سلقتها شوحتها كده في مكعبين زبده بصراحه.
ادت طعم جميل. تعالوا بقى ايه نرص الصينيه كده، يبقى حطينا كده رز وبعدين المكرونه كده من الفوق كده في النص، وبعد كده حطي البصل المحمر المقرمش، عايزه اقول لكم كان تحفه. ماشي كده، ومعانا كمان العيش التوست. طبعا انت ممكن تعملي اطباق، لكن بصراحه يعني احنا متعودين او ماما معودانا ان احنا ايه نتلم كده كلنا مع بعض وناكل في صينيه واحده بصراحه يعني. ده شكل الصينيه، بصوا بسم الله ما شاء الله. حطينا كمان تقليه البطاطس المحمره، ودي كمان التسبيكه مع حمص الشام. بصوا الطبق يا جماعه شكله عامل ازاي، وكمان الدقه اهي، والشطه بقى اللي بيحب الشطه حلو كده. حمص الشام بصوا شكله عامل ازاي، والله اعمليه في البيت بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، هتعجبكم قوي قوي قوي، وبحلف لكم بصدق يعني. طبعا الشتا جاي وهتحتاجوا حمص الشام ده كتير جدا للي بيحبه يعني. بصوا اصلا شكل الشوربه والحمصيه كده دايبه دوب والله العظيم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطي بقى كده ليمون في الحمص بتاعك، وكله بألف هنا وشفا يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. لو عجبكم حطولي لايك، واستنوني بقى في فيديو جديد. باي باي.